انت عارف ان تليفونك فيه 16 مليار مفتاح ويمكن اكتر. مش بس كده، ده كلهم بيفتحوا ويقفلوا في نفس الوقت كمان. الترانزستور هو ابسط عنصر في الالكترونيات، وشغلته الوحيدة ان هو يوصل التيار او يقطعه، زي مفتاح النور اللي في اوضتك بالظبط، بس هو اصغر منه بمليون مرة. وقبل اختراع الترانزستور الكمبيوتر كان بيشتغل بحاجة اسمها الفاكيوم تيوب، ودي كانت عبارة عن زجاجيات كده بحجم اللمبة. والكمبيوتر في سنة 1946 كان فيه حوالي 18 ألف من التيوب دي. كان وزنه 30 طن وكان محطوط في أوضة بحجم شقة كاملة، وده كان إنجاز كبير وقتها. واللحظة اللي غيرت كل حاجة كانت 16 ديسمبر 1947 في مختبر بيل لابس في مدينة نيو جيرسي. اتنين فيزيائيين اسمهم بارديان وبراتن عملوا أول ترانزستور في التاريخ، وحجمه كان قد راحة إيدك كده، اللي هي الحتة دي كده. شغلته كانت نفس شغلة ال 18 ألف تيوب بالظبط. والاتنين دول فازوا بنوبل بعدها ب9 سنين. يعني تليفونك الابل او الاندرويد دلوقتي فيه 16 مليار ترانزستور في شريحة قد ضفرك بالظبط. كل ده من مفتاح اتعمل في اوضة في نيو جيرسي من 77 سنة، وهو الترانزستور.